الحلم عند الآخرين هي حقيقة عندنا. بهذا تحقق حلم الأخضر في العودة إلى أجواء المونديال بملاقاة فرق أجنبية من القارة العجوز. هذه المشجعة جاءت من بلباو والإسبانية ولقيت الترحاب من جمهور رجوي عاشق للكرة في إسبانيا. وكأن الأمر يتعلق بنهاية البطولة أو نهاية الكأس، أجواء حماسية. لا يهم الفوز اليوم، نحن فزنا بأن نعيش هذا الولع بكرة القدم. حقيقة هي أمور مغايرة تماما هنا، هو عشق للكرة من نوع آخر، وهذه الأجواء في الحقيقة أكثر من رائعة. هكذا استقبل أتلتيكو بيلباو الذي لعب نهاية كأس أوروبا ليغ ونهاية كأس إسبانيا. هذا جعل عزيمة الرجاء أكبر وحصل على ضربة جزاء في الربع الساعة الأول. محسن ميتوالي بيرلو رجاء نفذ بطريقة إيطالية في نسخة كأس أوروبا 1-0. بعدها تمريرة من قدم المارد محسن ميتوالي في اتجاه محسن ياجور، هذه المرة يجانب المرمى. عادل كروشي صال وجال في الجهة اليسرى للرجاء وترجم مجهوده بهدف ثاني لفريقه. هذا لم يأخذ من صرامة محمد فاخر في شيء وكان صائبا، خصوصا بعدما تلقت الرجاء الهدف الأول عن طريق هداف أتلتيكو بيلباو توكويرو. ومحسن ياجور يعيد الأمور إلى نصابها بعدما وقع ثالث الأهداف ليعلن مع الجمهور. بالنسبة لهذا الماتش احنا هما كيستعدوا البطولة ديالهم وحنا كنستعدوا، وكما شفتوا انتم راه ما كاينش الفرق، راه خاص اللاعب مغربي خاصو العناية، هادشي اللي كاين. والحمد لله هذا فضل الله، الحمد لله كنبغي نشكرو وكنبغي نشكر الكبير صراحة اللي حضر بكثافة، اللي ما كيبخلش على فريق الرجاء البيضاوي بالتشجيعات ديالو. الرجاء فريق كبير ومستواه عال، خلق لنا متعب كبيرة، قدموا لقاء جيدا وكان منافسا قويا. 3-1 أمام بلباو. دفعت جماهير الخضراء تتشوق لملاقاة البارسا. البعض منهم قال بأن الرجاء ستلعب العام القادم بالليغا.